السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ نوال خالي من الغلوتين. اليوم جبت لكم وصفه طلبتوها مني بزاف، وحتى العائله تاعي طلبوها مني بزاف. راح نقدمها نشاركها معكم اليوم. هي وصفه الرفيس القسنطيني والميزه تاعو انه خالي طبعا من الغلوتين، يعني بالدقيق تاع البشنه او بالدقيق تاع المستورات السميد يعني. اذا نبداو على بركه الله. عندنا 4 كيلات سميد الذره، يعني الكيله كيما تحبي تكيلي بكاس صغير، تحبي تكيلي بكاس كبير، تحبي تكيلي بغرفيه كيما تحبي يعني الكيلات تتوقف على الحجم اللي تحوسي عليه نتيا. اذا عندنا 4 كيلات سميد. انايا السميد استعملوا اي نوعيه. انا استعملت هذه النوعيه، هذه هي اللي لقيتها يعني متوفره كي رحت نشري السميد. نتوما استعملوا اي نوعيه، ما يهمش يعني الماركه ولا اي شيء. المهم ما يكونش رطب بزاف، يكون متوسط يعني على قد ما نقدروا. واذا ما لقيناش عادي ما نديروه بالسميد اللي تلقاوه متوفر في لي غيون سون غلوتين، راهو يصلح ويجي عادي. اذا قلنا 4 كيلات سميد، كيلة زيت، كيلة زيت. نحط الملح باش ما يجيناش صامت، تقريبا واحد الملعقتين صغار. ونبسس السميد نتاعي، نبسو ندخل فيه الزيت. اذا انا بسست الدقيق تاعي او السميد نتاعي مليح، نجيب الماء بحرارة الغرفة ونبدا نجمع بلا ما نعجن. بسم الله، نجمع بلا ما نعجن. هكذا نحط الماء غير بشويه باش ما يزربنيش. فوالا كيما راكم تشوفوا راني قاعده نخدم غير بالاطراف الاصابع تاعي. فوالا نتمنى يعني تكونوا تابعوني لاخر الفيديو. كاش ملاحظات ولا ما يفوتوكمش. فوالا نلم غير بالعقل، انني قاعده نلم وهو شوفوا قاعد يشرب. فوالا اذا انايا بعد ما بليتو، يعني هو يعني ما يجيش كيما العجينه، ولكن كيفاش نعرفوا باللي باش نحبسوا الماء، يعني وقتاش نحبسوا الماء؟ نهزو هكذا يعني نعملوا كره هكا، نبقى يعني كي نشوفوها هكذا بقات نحسوا فيها كره هكا، ما بقاتش يعني تطيح معنا. كي نرميوها تبقى كره، معناتها نحبسوا الماء. يعني هذه الطريقه تاع جداتنا يعلمونا فيها. فوالا واذا شفتي روحك يعني كثرتي شويه الماء، خليه يشرب شويه ومن بعد عاودي فتليه بهذه الطريقه. فوالا اذا انا نعاود معكم الكره. اذا راهو مليح معايا. اذا نجيبو الصينيه تاعنا اللي تدخل للفرن، وراني شعلت الفور تاعي انايا يسخن، لازم الفور يسخن مليح. ونبدا يعني ما كان له يعني ندهنو الصينيه لانه مش راح يلصق. فوالا بلا ما نعجنو بهذه الطريقه. ما نديروش خشين بزاف، ما نديروش رقيق بزاف، باش حوالي سمك تقريبا واحد 2 سنتيمتر. فوالا لازم الفور يكون سخون مليح على 180 درجه، يعني كي نبدا نخدم فيه نحط الفور تاعي يسخن. اذا هنا بعد ما قرصتو راح نقصو هكذا مربعات. قصيتو هكذا مربعات وندخلو في فرن ساخن على 180 درجه يطيب من تحت. كي نشوفو احمر على الجوانب نشعلو من فوق. لازم يكون اللون تاعو ذهبي، ما يكونش اللون تاعو يعني احمر بزاف، يعني يكون ذهبي فقط. اذا انا هنا الفيس تاعي راني طيبتو حمرتو. هنا الحراف حماروا كي حماروا لي الحراف مليح.
وشعلت لهم من فوق باه ما يتحرقوليش، نحيتهم وكملت حمرته في النص مليح. اذا دروك نجيو مرحله كيفاش نرحيوه. عندنا هاد الاداه اللي هي المهرس، رايحين نحطو منه، هو يعني من الافضل وهو سخون، رايحين نحطو هكذا في المهرس، ورايحين نهرسو هكذا. ومن بعد عندنا هاد حنا نقولوا له حنا هنايا الغربال، عندنا سيار تاع الزرع، يعني يكون الثقوب تاعو تكون خشينه، يعني نتمنى تكون واضحه، الثقوب تاعو تكون خشينه. كي نرحيوه في المهراس ونخلصو نعقبوه، هذاك اللي يهبط منا هذاك هو اللي يكون يعني مليح. لازم ما يكونش رقيق بزاف كيما الكسكسي، يكون شويه خشن على الكسكسي، يعني باش الامور تكون واضحه. فقط اللي ما عندوش هاد الاداه ممكن ترحيه في رحايه عاديه، في روبو عادي، المهم يكون تكون الحبه تاعو شويه خشينه. اذا انا نرحي الرفيس تاعي ونرجع لكم. اذا فوالا انا رحيت الرفيس تاعي بهذه الطريقه كما قلت لكم، يجي خشين، يجي اكثر من الحبه تاع الكسكسي. يعني كي نرحيه ونخلصو سواء في الروبو ولا نهرسوه، نفوتوه على سيار الزرع، هذاك اللي يهبط من تحت راهو مليح، واللي يبقى لي من فوق خشين نعاود نرحيه حتى نكمل. فوالا. اذا هنا نبدا انايا نكون حطيت القدره تاعي تاع اللي نفور فيها يعني البرمه والكسكاس، يعني حطيت الماء يغلي، ونجيب يعني كاس تقريبا، واحد الكاس فيه ماء تقريبا نصفه ماء تاع الزهر ولا ماء تاع الورد، يعني نتوما واش تفضلوا، يعني ما نكونوش مقيدين بحاجه معينه، يعني كل واحد واش يفضل. كاس حليب، نصو ماء ورد ولا ماء زهر، ونصو حليب. نبدا نرش انايا الكيس تاعي نشربو بالماء عفوا بالحليب، يعني نفتلو مليح. من الافضل اني نستعمل يديا، فوالا نفتلو بهذه الطريقه ونخليه حتى يشرب. انا يعني عاده الرفيس تاعي وخاصه هذا تاع الذره نفورو 3 مرات. اذا يعني راني راح يعني خدمته بطريقه كيما نخدمو العادي، ما زدت ما نقصت، يعني مثل العادي تماما، فقط يعني كل واحد والطريقه تاعو. اذا انا راح نفتلو مليح يعني نرويه مليح بالحليب ونخليه ينشف مليح، ونفورو الفوره الاولى ونرجع لكم. اذا هنا بعد ما نشف لي حوالي 5 دقائق نحط الفورو للمره الاولى، يعني على نار قويه مع يطلع البخار نحيه. اذا اخواتي هنا راهو فارلي، فوالا كيما راكم تشوفوا. اذا نعاود نفتحو بهذه الطريقه ونعاود نرشو، نخليه يبرد شويه باش ما يتعجليش، ونعاود نفس المرحله نرشو بالماء بالحليب وبماء الورد، ونعاود ندخلو الفور للمره الثانيه، يعني نفس المرحله الاولى نعاودها المره الثانيه. اذا كما قلنا نفس الخطوه في نفس المرحله الاولى، نعاود نشمخو مليح بهذه الطريقه، حوالي كاس في المرحله الاولى وكاس في المرحله الثانيه، نفتلو مليح كيف بهذه الطريقه ونخليه ينشف مليح حوالي 5 دقائق، نعاود نرجعو يفور للمره الثانيه حوالي 5 دقائق، يعني كي على نار قويه كي يطلع البخار نحيه. اذا هذه المرحله الثانيه، يعني صورته للمره الثانيه. فوالا جيست ما تروح له فقط شويه السخانه تاعو، يطلع البخار تاعو، نزيد نرشو بماء الورد فقط، مش بالحليب، ماء الورد فقط ولا ماء الزهر، نتوما واش يعني واش تحبوا. زين نخليه ينشف مليح. هنا في هذه المرحله انا حابه نزيد له شويه سكر. هذه الخطوه حتخليه لي تقريبا 2 ملاعق ولا 3، كي يعاود يفور لي راح يخلي لي الرفيس تاعي يجي طري وما يجينيش شايح، يجيني شغل راوي شويه، يعني كي ناكلوه ما يجيناش شايح. فوالا نخليها تزيد يتشرب شويه واحد 2 دقائق ونعاود نفورو للمره الثالثه والاخيره.
اذا بعد ما نحط الفاره تاعي الثالثه والاخيره تاع رفيس الفور، نجيبو نسجيو العقده تاعنا. العقده تاعنا هي اللي عباره عن زبده، زوج مغارف كبار تقريبا زبده نتوما والكميه يعني، والعسل تبقى اختياريه نتوما، والحلاوه اللي تحبوا كميه الحلاوه اللي تحبوها. وعندنا الجوز يكون كونكاسي يعني مقطع مكسر مرحي خشين. فوالا انا ندوب الزبده والعسل تاعي. اذا الفاره الثالثه تاعي راني كملتها بهذه الطريقه. العقده تاعي راهي دابت، العسل تاعي راهي واجده. في هذه المرحله نحط المكسرات اللي عندي، الجوز ويعني يمشي مع الجوز يعني المكسرات اللي تمشي معاه هي الجوز. فوالا ونحط العقده تاعي هنا. العقده تبقى حسب الذوق، نحطها هنا ونخلي شويه منها يعني نحطها في الصحن اللي يحب يزيد العقده والحلاوه. اذا بهذه الطريقه نكونوا كملنا. هو يتقدم سخون، يتقدم يعني دافي، يعني جوست مع وراء هذه المرحله بعد نقدموه. واذا يعني جاينا ضيف ولا نخليو هذه المرحله هي الاخيره، نسجيو الفوره الاولى والفوره الثانيه والفوره الثالثه نخليوها هي الاخيره. اذا انا نحطه في الصحن، نسربيه في الصحن ونرجع لكم. اذا اخواتي وصفتنا تاع اليوم رفيس قسنطيني بدون غلوتين، يعني نركز عليها بدون غلوتين، راهي واجده. نتمنى تكون عجبتكم طريقتي وجاتكم سهله في التحضير وايضا في المكونات، راهي بسيطه جدا وبطريقه سهله وبسيطه. اذا نخليكم مع يعني جربوه، والله العظيم ما راح تندموا ومش رايحين تلاحظوا فرق بينه وبين الرفيس اللي بالغلوتين يعني اللي بالقمح. صدقوني جربوه ورجعوا لي بالخبر، وراني دائما ننتظر تعليقاتكم استفساراتكم ونجاوب عليها لاحقا، وراني ما نتجاهل حتى تعليق. ونخليكم على خير مع وصفة قادمة بإذن الله. مع السلامة.